أهلا بكم يا شباب. اليوم في هذا الفيديو الخاص سأعطيكم تحليلي وتوقعي الشخصي للمواجهة الحارقة المنتظرة بين الأسود الأطلس ومنتخب اسكتلندا في المونديال. مباراة صعبة وتحتاج إلى ذكاء تكتيكي كبير، لأن الخصم يمتاز بالقوة البدنية والكرات العالية. من خلال قراءتي للمنتخب في الفترة الحالية، قمت بوضع التشكيلة المثالية والخطة التي أرى أنها ستمنحنا الفوز وستفكك الدفاع الاسكتلندي تماما. تابعوا معي. في حراسة المرمى، خياري الأول والبديهي هو صمام الأمان ياسين بونو، ولا جدال في ذلك. أما في خط الدفاع، في التشكيلة التي أراها أنها تناسب الإيقاف الكرات العرضية والطويلة الاسكتلندية، تتكون من أشرف حكيمي كظهير أيمن، وسيكون هو محرك الجبهة اليمنى والقائد الفعلي للهجمات. عيسى ديوب وشادي ريان، ثنائية دفاعية مرعبة، وديوب سيمنحنا الصلابة البدنية والخبرة في الكرات العالية، وبجانبه شادي رياض بمرونته وسرعته في التغطية وبناء اللعب. وأخيرا ناصر مزراوي كظهير أيسر لإغلاق الممرات وتأمين التغطية الدفاعية بذكاء. الملعب هي أهم جزء في المباراة. لتدمير خط وسط اسكتلندا، أقترح الاعتماد على الخطة 4-2-3-1 بأسماء تمتاز بالحركية والعالية. أيوب بوعدي ونايل العناوي، ثنائي الارتكاز والمزدوج. هذان النجمان الشابان هما خياري السري لافتكاك الكرات وضمان التفوق البدني وجرى مستمر طوال 90 دقيقة. وعز الدين أناحي سأضعه كصانع ألعاب حر، يرتبط بالخطوط ويتحكم في رتم المباراة بمهارته في التمرير والخروج بالكرات تحت الضغط. في الخط الأمامي، توقعي وخياري التكتيكي يعتمد على السرعة واللامركزية لخلخلة بطء دفاع الاسكتلندي. بلال خنوس كجناح يميل للدخول إلى العمق وفتح المساحات للقادمين من الخلف. إبراهيم دياز سيعتمد عليه في اختراق السريع من الأطراف ونقل الفريق بلمسة واحدة نحو مناطق الخصم. إسماعيل الصباري أرى أنه الأنسب للعب كمهاجم متقدم أو وهمي، بفضل بنيته الجسدية القوية وحدسه للتهديف العالي وقدرته على التسديد من بعيد. هذه هي رؤيتي وتشكيلتي المتوقعة للمباراة. فريق شاب جائع للانتصارات، يعتمد على الضغط العالي واللعب السريع بلمسة واحدة. وجود ديوب في الخلف والصباري في الأمام يعطينا التوازن المثالي بدعامات بدنية قوية جدا. الآن جاء دوركم، شاركوني في التعليقات. ما رأيكم في هذه التشكيلة التي اخترتها؟ هل تتفقون معي في وضع ديوب أساسيا؟ ولا تنسوا دعم الفيديو باللايك والاشتراك، ونلتقي في التحليل القادم. تشاو تشاو.